السلام عليكم. لكل العملاء اللي شاريين شاشات مؤخرا او حتى عندهم شاشات في المنزل، عاوزين نحذر حضراتكم من حاجتين مهمين. تعالوا نعرفهم في دقيقة واحدة. سواء انت شاري شاشة جديدة او عند حضرتك شاشة في المنزل وقررت خلاص ان انت هتعلقها على الحائط، ممكن حضرتك تستعين بفني او تعلقها بنفسك، لكن في خطأين ممكن نقع فيهم وللأسف يدفعونا فلوس كتير. الخطأ الأول إن الحامل اللي بيعلق الشاشة على الجدار بيكون عبارة عن قطعتين، قطعة بتتثبت في الجدار ودي مفيش فيها مشكلة. المشكلة لما يجي فني أو حد من حضراتكم يثبت الجزء اللي بيركب في ظهر الشاشة. حضراتكم عشان تتملكوا الشاشة وتعرفوا تركبوا الجزء ده كويس بتحطوها على وشها بالمنظر ده، وده عرضة ان الشاشة او السكرينة اللي قدام تتكسر. وفي نفس الوقت الخطأ التاني ان حضراتكم بتكونوا خايفين ان الشاشة تقع من على الحامل، علشان كده حضراتكم بتثبتوا الحامل في ظهر الشاشة بذمة وضمير، وكمان علشان دافعين فلوس كتير. لكن المشكلة ان المسمار اللي بيركب في الحامل لو اتربط اكتر من اللازم فبيكون عرضة ان الشاشة تتكسر. لازم تكونوا حريصين علشان مفيش مشكلة تحصل. نتمنى نكون ضفنا لكم معلومة جديدة. السلام عليكم.